أهل العلم والمعرفة والصحافة تنوير الرأي العام بالمستجدات وبالمعطيات الحقيقية. إذن اليوم في البداية حبيت نعطي بعض المؤشرات الخاصة بتحضير لشهر الفضيل، ونحن الآن على أبواب هذا الشهر المبارك من جهة، ومن جهة أخرى أيضا من أجل أيضا إعطاء إشارة انطلاق للندوة التشاورية التشاركية لولاية باتنا من أجل وضع الترتيبات الأخيرة واللمسات الأخيرة الخاصة بشهر الفضيل. إذن تحسبا لاستقبال هذا الشهر الفضيل عكفنا على أولا في مجال النظافة وتهيئة المحيط، نظافة المحيط، القيام بحملات تحسيسية، قيام بحملات نظافة واسعة النطاق على مستوى كل بلديات ودوائر الولاية، ومتابعة هذه العملية بكل صرامة وبكل جدية على مستوى جميع البلديات وجميع الدوائر. أيضا فيما يخص جانب التزويد بمختلف الشبكات، لا سيما قنوات المياه الصالحة للشرب، نحن نعمل على توفير هذه المادة وبالتوزيع العادل خلال الشهر الفضيل، وإن شاء الله حتى ما وراء الشهر الفضيل، لأن الحمد لله نتنبؤ بالخير. وين صبت الأمطار، صبت الثلوج، ارتفع منسوب سد كدية المدور من خلال الأمطار الأخيرة. في نفس الوقت أيضا نبشركم باستلام الشطر الأول من المقطع الخاص بالتحويلية المياه الصالحة للشرب وللسقي الفلاحي من سد بني هارون إلى سد كدية المدور بشطر 24 كيلومتر، الذي تم إسناده لمؤسسة كوسيدير، والتي أنجزته بالمواصفات والمعايير التقنية المعمول بها عالميا كما تعهدنا ووفينا. فيما يخص توفير المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، نعمل أيضا من أجل تغطية السوق بجميع المستلزمات وبجميع المواد الضرورية الهامة، لا سيما منها المواد. تم فتح 21 سوق جواري بمعدل سوق في كل دائرة، بأن مجموع دوائر ولاية باتنا هي 21 دائرة اللي يتكفلوا إن شاء الله بتغطية المواد الأساسية والضرورية، ومن خلالهم أيضا نستقطب كل الباعة الفوضويين والباعة اللي يبيعوا في الطرق وفي الأرصفة، وذلك من أجل المتابعة الصارمة من طرف مصالح التجارة ومصالح المعنية في ذلك، ونراقب السوق، نراقب المنتوجات، نراقب مدة الصلاحية نتاعها، ونعمل أيضا على توفير اللحوم بشقيها الحمراء والبيضاء، وحتى اللحوم المستوردة وهي متوفرة في السوق بالأسعار المقننة، والمتابعة أيضا من طرف مصالح المعنية. أيضا فيما يخص قفة رمضان، احنا بالتنسيق مع المحسنين والفاعلين وسبل الخيرات وكل الخيرين في ولاية باتنا وما أكثرهم، سوف نصل إن شاء الله إلى 35 ألف قفة توزع على المحتاجين والمناطق الريفية والنائية. هذا بالإضافة إلى المنحة التي خصصتها الدولة للأسر المعوزة، واللي مبلغها 10,000 دينار جزائري، يعني 1 مليون سنتيم لكل أسرة، ومحسوبة فيها الاقتطاع البريد. بالإضافة إلى ذلك أيضا هناك ندوات علمية دينية، هناك أيضا مسابقات في حفظ القرآن، في حفظ الحديث النبوي الشريف، وأيضا هناك أيضا عدة محاضرات ومناظرات في هذا الشأن. بالإضافة إلى ذلك هناك برنامج ثقافي، برنامج فيه عدة تظاهرات ثقافية، برنامج رياضي شباني في عدة تظاهرات أيضا، وهناك أيضا عروض لمديرية السياحة تعمل على عروض الصناعات التقليدية والحرف في الساحات العمومية. أيضا النقطة الثانية وهي إعادة الاعتبار شبكة الغاز على مستوى تبع الخواص اللي
ورخصنا لهم بعد مرافقتهم ومراقبة المحل، وسوف نرافقهم أيضا ونتابعهم عن طريق روباتيموا، يعني وجبة شاهد، وفي نفس الوقت أيضا نرافقهم من أجل اقتناء المواد الضرورية والأساسية، من أجل أيضا تقديم وجبة تكون يعني صحية وكاملة للعابري السبيل وغيرهم. وإن شاء الله سوف نصل إلى 1,000,000 وجبة، ما بين وجبة على الطاولة ووجبة محمولة في كل ربوع ولايتنا، والعمل منظم وجاهز. وأيضا هناك الكشافة الإسلامية والهلال الأحمر والمسعفين اللي يندمجوا معنا باش نكونوا في الحدث إن شاء الله ونواجهوه ونقدروا نلبوا الأهداف تاعنا والطلبات على مستوى الولاية. إذن هناك عمل تضامني، عمل تكافؤي على مستوى الولاية نعمل من خلاله إن شاء الله باش نصوم رمضان في ظروف جيدة. ودائما أقول وأكرر أن شاء الله خلال هذا الشهر الفضيل في ولايتنا، ولاية باتنا، إن شاء الله لن تكون هناك، أجزم أنه لن تكون هناك إن شاء الله ندرة فيما يخص مواد الغذائية، فيما يخص الخضر والفواكه، فيما يخص اللحوم البيضاء والحمراء، فيما يخص أيضا الزيت والسميد والدقيق وغيرها، فيما يخص أيضا توفير يعني الوسائل الضرورية على غرار المياه الصالحة للشرب، على غرار الكهرباء والغاز، على غرار أيضا شبكة للنقل اللي تكون مضاعفة، ويكون هناك مخطط مروري يعمل على سيرورة الطرق، وأيضا يعمل على توفير النقل إلى مدة ليلية متأخرة حتى يتمكن جميع السكان من التنقل بكل سلاسة داخل وخارج بلديات ولاية باتنا. إذن هي باتنا والهلال الأحمر الجزائري اليوم انطلقنا في حوالي 250 قفة، وسوف يصل الهلال الأحمر الجزائري إلى 10,000 قفة موزعة من طرف الهلال الأحمر والمشاركين والمساهمين معه بالتنسيق مع ولاية باتنا. حنا أن دايرين خلية نتاع إصغاء ومتابعة على مستوى الديوان في ولاية باتنا من أجل مرافقة ومتابعة هذا العمل التضامني حتى يكون منظم ويسير في الطريق الصحيح، وحتى أيضا نمس الفئة الهشة والفئة المعنية في هذا الشهر الفضيل. وباتنا معروفة في التضامن والتكافل ما بين المحسنين والمواطنين.